تعرف ان قصة انتقال زين الدين زيدان لريال مدريد بدأت بمنديل؟ سنة 96 انتقل زيزو من بوردو الفرنسي ليوفنتوس الإيطالي، ومع اليوفي كسب زيدان كل حاجة ممكنة، دوري إيطالي، سوبر أوروبي، انتر كونتيننتال، لكن أحلامه توقفت عند دوري الأبطال. وصل زيدان مع اليوفي لنهائي دوري الأبطال مرتين، وخسر المرتين، مرة قدام بروسيا دورتموند ومرة قدام ريال مدريد. في الوقت ده كان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بيبني امبراطورية مدريدية سماها الجلاكتيكوس، وبيحلم ان كل نجوم العالم يكونوا بيلعبوا في ريال مدريد. بدأ بيريز تحقيق حلمه بالتعاقد مع كابتن برشلونة لويس فيجو، وفي سنة 2000 كان في حفلة تبع الاتحاد الأوروبي في فرنسا كان حاضرها زيدان وبيريز. بيريز مسك منديل من اللي كانوا قدامه على الترابيزة وكتب: هل تريد أن تلعب في ريال مدريد؟ وقفل المنديل وسلمه لزيدان. زيزو قرا اللي كان مكتوب في المنديل وبص لبيريز وقال له نعم بالتأكيد. وبعدها بسنة كان زيزو بيتصور بالرقم 5 عشان يبدأ كتاب التاريخ مع ريال مدريد كأحد أساطير النادي. وفي سنة 2002 حقق زيزو حلمه وكسب دوري الأبطال مع ريال مدريد بهدف أيقوني سجله بنفسه ضد باير ليفركوزن، والباقي تاريخ انتوا عارفينه.